اقوى رغبه في السيجاره مش بتستمر معاك ساعه ولا حتى نص ساعه، اغلب الاحيان تعيش معاك كام دقيقه، ولو عرفت تعدي الدقايق دي انت كده كسبت المعركه. في لحظات بتحصل فجاه، تكون ماشي عادي او قاعد تشرب قهوه او متضايق من حاجه، فجاه تحس انك محتاج لسجاره حالا، لدرجه ان عقلك يقنعك انك مش هتعرف تكمل من غيرها. بس الحقيقه الرغبه دي مؤقته، ومهما كانت قويه هتختفي لوحدها لو عرفت تتعامل معاها. اول حاجه لازم تعرفها ان الرغبه في التدخين عامله زي الموجه، تعلى توصل للقمه وبعدين تنزل. كلا الناس كتيره جدا اول ما الرغبه دي بتعلى تستسلم فورا، لكن لو استنيت شويه هتتفاجئ ان الرغبه دي او الموجه بتختفي لوحدها. لما الرغبه تضربك اعمل حاجه من الاربع حاجات دول: اشرب كوبايه ميه، او امشي لمده 5 دقايق، او غير المكان اللي انت فيه، او خد نفس كذا مره عميق شهيق مع زفير. الحاجات البسيطه دي هي اللي بتكسر الحلقه ما بين الرغبه والسيجاره، ومع كل مره بتنجح فيها المخ بيتعلم انك مش محتاج تدخن عشان تعدي اللحظه. افتكر ان الرغبه في السيجاره مش امر لازم تنفذه، هي مجرد احساس بيظهر وبيقوى وبعدين يختفي. كل مرة بتعديها من غير تدخين انت مش بس بتقاوم، انت بتعيد برمجة عقلك من جديد. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتحصل لناس كتير بعد ما تبطل تدخين. فجأة تلاقي نفسك متعصب أكتر أو متوتر أكتر، وأحيانا بتتنرفز من أبسط حاجة، فتبدأ تسأل نفسك: هو أنا بقيت أسوأ لما بطلت تدخين، ولا اللي بيحصل ده جزء طبيعي من رحلة التعافي؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.